يا مساء الفل، مساء الجمال، اهلا بيكم في قناتي. انا ايمان. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هنعمل لحمه مندي ورز بسمتي، اللي هو عارفين حضرموت بقى، شيخ المندي والكلام ده نفس الحاجات. فاول حاجه كده هنجيب اللحمه. طبعا اللحمه ما بتتغسلش، اللحمه بتاخد يا دوبك شطفه بسيطه كده، مكان مثلا ايد الجزار بس. فهنجيب اللحمه نمسكها، نحطها في طبق ونحط عليها ملح وفلفل وبودرة زعفران، مش هنحط اي حاجة تاني خالص. يعني بس ملح وفلفل عشان طعم اللحمة يبقى موجود، لان انت طبعا بتجيبي من جزار موثوق منه، فطبيعي اللحمة تبقى يعني حلوة. فهنا كده بتجيبيها تدعكيها بالملح والفلفل وبودرة الزعفران بس عشان هتدخل الفرن بقى قد ايه، ساعة ونص، ساعتين الا ربع كده. تجيبي صينية، انا جبت صينية قديمة، مش بتاع الحلويات بقى والحاجات اللي زي كده، صينية بتاعت فرن. فرشت فيها ورق فويل بالعكس، يعني احط حتة كده والحتة التانية بالعكس، علشان خاطر تبقى طبقة سميكة. انت بتعملي يعتبر فرن مندي جوه البوتاجاز، فانت لازم تكمريها حلو. فهنا كده ده الورق الفويل، حطيت حتة كده وحتة كده علشان لما اجي اقفلها تبقى مقفولة من كل الاتجاهات. بعد ما هعمل ده هجيب ورقة الزبدة، طبعا لازم يبقى فيه فاصل بين يعني بين اللحمة وورق الفويل. فبنجيب ورق زبدة نحطه ايه تحتيها، هي ما بتلزقش فيه ولا اي حاجة. فنجيب بقى فرخ ورق زبدة او قطعة كده من الرول او ايا كان ونحطها فيه. احنا بنعمل كده فرن نكمر فيه اللحمة عشان تبقى اللحمة مكمورة وتستوي، يعني تستوي بسرعة. تبقى مقفول عليها كويس. مش هتحطيها في فرن، ممكن تحطيها في حاجة متغطية مثلا، بس الطريقة دي تحفة. هنا كده جبت ده ورق الزبدة هحطه، اروح رافعه حرف الورق، احط تحتيه ايه، فنجان ميه. فنجان ميه بين الفويل وبين الزبدة، مش في الصينية لا. ايوه كده تحت ورق الزبدة على طول. خلاص، ونبتدي بقى نرص اللحمة بتاعتنا ونقفل عليها. بسم الله ما شاء الله، يعني انا فردتها في الصينية وابتدي بقى اقفل عليها ايه، الورق يبقى الزبدة برضو من فوقيها كده. مش هحتاج احط تاني، انا حاطه فنجال صغير، فنجال صيني تمام. من الفناجيل بتاع الصيني او المجات الصغيره او كوبايه شاي صغيره كده. نحط الحاجه بتاعتنا ونبتدي ايه نقفل عليها. هي دي الحاجه يعني عشان البخار بس، لكن كده كده اللحمه لما بتتكمر جامد كده بتنزل الميه بتاعتها، السوائل بتاعتها، فبتستوي فيها مع الفرن. الفرن طبعا في الاول بتبقى ناره عاليه اول نص ساعه، وبعد كده بتهدي النار وتسيبيه. شفتوا انا قفلت ازاي؟ قفلت تقفيله جامده. هبتدي احط بقى فنجان ميه تاني في الصينيه نفسها. خلاص، واغطي الصينيه. يعني بصوا بقى، ده بره الحاجه خالص، ده بقى فنجان ميه سخنه. احطه كده واغطي الصينيه بقى واسيبها. هي كده بقى ايه مع نفسها، نحطها في الفرن نص ساعه تمام على نار عاليه، وبعد كده بنهدي النار ولو فرن كهربا بقى يبقى مية مية. حطيها في الاول، اول ما تحسي انها بتغلي اقفلي عليها. جبنا الرز، ده كيلو رز بسمتي اللي هو الهندي تمام. هنغسل الرز كويس واحط عليه كاتل ميه سخنه واغطيه. اسيبه قد ايه؟ اسيبه نص ساعه. في النص ساعه دي اكون حضرت الحاجات بتاعتي اللي انا هشتغل بيها. يعني انا هسيبه نص ساعه واحضر الحاجات هي الحاجات دي اللي انا حضرتها بقى: بصل، جزر، توم، التوابل بتاعتي، مرقه الدجاج، الزبيب، كل الحاجات دي، اللومي، القرفه. هقوله لكم دلوقتي تاني. خلاص، واحنا بنحطهم في الحله كده هقول لكم بقى الترتيب بتاعهم ايه، يعني ايه الحاجات اللي انا حطيتها في الوصفه عشان تدينا الرز البسمتي اللي هو زي الرز البسمتي بتاع حضرموت شيخ المندي. تعملي بقى اللحمه ضاني، تعملي اللحمه ماعز، تعملي اللحمه عجالي، ايا كان اللحمه بالطريقه دي بتطلع تحفه. نجيب الحله، خلاص نحط فيها شويه زيت عشان نشتغل بقى نشوف احنا هنعمل ايه. وحط مكعب زبده، يعني حطيت شويه زيت، احط مكعب او اتنين زبده وايه حسب بقى. دي زبده نيوزيلندي تمام، مش فرن، عشان الفرن يعني انا حبيت ان طعم النيوزيلندي يبقى احلى شويه فيه ويخلي الرز بيلمع. خلاص، اول حاجه هنزل بيها هنزل بالبصل. اول الزبده ما تبدا تسيح كده هننزل بقى ايه ببصلايه حلوه، يعني البصلايه دي وسط كده، مش كبيره ومش صغيره، بصلايه وسط. هنقطعها كده ونعمل بيها، نقلبها بقى لحد ما تدبل، وننزل بقى بالمكونات واحده واحده كده معانا. هنروح من بعض فين؟ متنسوش يا جماعه ذكر الله وصلوا على الرسول كده، ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب.
ننزل بقى بفصين 3 توم، احنا مقطعينهم مش دقينهم. هو كل عامه يعني انت لما بتعمليها البصل ده مش بيظهر ولا التوم، والجزر يا دوبك طشاش كده بيبقى باين يا دوبك طشاش. نحط بقى التوابل بتاعتنا: عود قرفة، ورق لوري، 2 لومي، كام فص حبهان. خلاص، ونقلبهم برضو. التوابل دي ريحتها بتطلع بقى لما نحط التوابل الصحيحة كده، ريحتها بتطلع. بعد كده هنحط بقى التوابل التانية بقى. هنحط مكعبين مرقة دجاج. خلاص، انا بطحن المكعب قبل ما افضيه يعني قبل ما افضيه من الكيس بكون دعكته جوه الكيس كده، عشان ايه؟ يبقى بودر، ما يفضلش حتت منه سليمة يعني. لحد هنا تمام. كملوا بقى معايا الوصفة عشان نقول بقى بقية التوابل اللي احنا حاطينها. بسم الله ما شاء الله. يعني بقى هي دي الحاجات التانية: توم باودر، بصل باودر، ملح صيني، قرفة، فلفل اسمر، بودرة زعفران، وكركم. معلقة كركم، نص معلقة قرفة، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، حبة فلفل اسمر مثلا نص معلقة، معلقة ملح صيني. خلاص، وشعرة بودرة زعفران. المهم ان احنا نقلب التوابل دي، ريحتها بقى بتقلب الدنيا. انتي كده تبقي كأنك واقفة في مطعم، بسبب الريحة دي. ريحة التوابل اصلا، ميكس التوابل ده بيخليك كأنك واقفة في مطعم. ننزل بقى بالجزر بتاعنا. تمام، نقلب الجزر كده تقلبتين 3، وبعد كده هنشوف هنكمل ازاي. نديله ادي بقى. تمام، عشان نفطر احلى صينية مندي ساعة الاذان، باللحمة كده ايه. هي صينية يا جماعة، انتوا لو هتجيبيها برقم برضو، لان انتي حاطة كمية رز عليها كمان كبيرة. انا حطيت الكيلو رز كله على الصينية، فحلو قوي. المهم هنا كده بقى ايه، شغالين تقليب فيها لحد الجزر ما نحس انه دبل شوية. ننزل بقى ايه شوية زبيب، يعني حسب بقى انتي تحطي كتير قليل كده يعني. المهم ان احنا ننزل بشوية الزبيب المحترمين دول، وبعد كده ننزل عليهم بالرز. خلاص هي كده اتقلبت، ننزل بقى ايه بالرز بتاعنا. ده كده كيلو رز صفيته بعد ما كان منقوع وايه، يعني اتنقع نص ساعة. تمام يا جماعة، نص ساعة، 25 دقيقة كده يعني، عشان لما تيجي تسويه يستوي معاكي بسرعة. طبعا في ناس ممكن تعمل ايه، بتدي الرز ده غلوة مثلا 7 دقايق 8 دقايق كده على البوتاجاز، علشان خاطر لما تحطه يبقى مفلفل ويستوي بسرعة. لكن هنا انا بنقعه نص ساعة، والطريقة دي بتاعت بابا، انا معتمداها ليا مثلا بتاع 3 4 سنين، بعمل بنفس الطريقة وبيطلع تحفة. هنا كده نحط اسمه ايه ده المية بتاعتنا. انا بزود الرز مية يا جماعة، لان الرز اللي بمية بيبقى روحه اطول من الرز اللي بشوربة، عشان تبقوا عارفين الرز اللي بشوربة روحه قصيرة بيبوظ بسرعة. هنا زودنا الرز، ما تكتريش يعني، يا دوبك يبقى مظبوط كده. نسيب بقى الرز يستوي ونجيب الحاجات المكونات بتاعتنا. دي الكفتة، نحمر كفتة ندخلها الفرن دلوقتي ودي السمبوسة. تمام، السمبوسة احنا عاملينها وجاهزينها في الفريزر. دي سمبوسة بالجبنة، جبنة وزيتون وكده، وهنزل لكم الفيديو بتاعها. طريقتها جميلة قوي، يعني الخلطة بتاعتها حلوة قوي قوي قوي. جبت صينية حطيت فيها معلقة دهن. تمام، وهبتدي ادهن الصينية كويس بمعلقة الدهن دي، وانزل بقى ارص صابع الكفتة بتاعتنا. كفتة انا مشترياها ومصبعاها وركناها في الفريزر جاهزة. دي الحاجات اللي بتسهل عليا في المطبخ بقى، ان انا الحاجة جاهزة متصبعة، مش هحتاج افكها مثلا عشان اصبعها وكده. لا، بتبقى جاهزة عندي. السمبوسك معمولة ومتعبية برضو في اطباق ومحطوطة في الفريزر، بطلع منها اشوف انا هقلي ايه. خلاص، فاحنا كده ايه بنظبط الدنيا بقى، نظبط التظابيط. تنسوش يا جماعة بس تصلوا على الرسول كده، وتكتبوا كومنت حلو. رز بقى صابع الكفتة بتاعتنا. انا جبت اصغر صينية لاني عارفة ان الكفتة هتكش. خلاص، فجبت صينية صغيرة علشان خاطر ايه، يعني تظبط الدنيا معايا، ما بقاش واستخدم مواعين كتير وكده. نحطها بقى في الفرن كده في الوقت اللي فيه المندي في الفرن، بس هي بتدخل قبل الفطار يعني، مثلا تيجي في النصية الاخرانية دي بتبتدي تقلي السمبوسة وتدخلي الكفتة الفرن والكلام ده. الرز استوى وركناه، ونبتدي بقى ايه نعمل السمبوسك بتاعتنا. فال ايه هقول لكم انا،
الفطار ده يا جماعة بيبقى انتوا كده بتحققوا لولادكم حاجة مثلا هما نفسهم فيها احسن من اكل بره. يعني انا من الناس اللي مش بتحب اكل بره. بيعجبني بس لا، انا بحب اكتر اكل البيت لانه انضف واحسن وتاكل براحتك، الكلام ده كله. المهم يا جماعة بقى نشوف كده السمبوسك بتاعتنا نجيبها بقى ايه، نقلي منها بقى ايه واحدة واحدة. اولا انا هجرب واحدة في الزيت، الاقي الزيت لسه مسخنش، يعني المفروض ان الزيت يسخن شوية وبعد كده ايه نشوف الدنيا يعني. بس احنا هنرص الصينية على طول، انا هحمر مع نفسي بقى، تشوفوا الفيديو الجاي تحميرة السمبوسة والخلطات بتاعتها. المهم هنا جبنا صينية، اي صينية عندك بقى تغطيها بورق فويل، وتبتدي ايه تظبطي بقى التظابيط بتاعتك عشان تبقى ايه الصينية متدارية. لان انا دي كان صينية كبيرة، دي مقاس تقريبا 60، مش صغيرة. احط فيها كيلو الرز بقى دلوقتي كله على بعضه كده. ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجة كده عظمة. طلع بقى القرفة واللومي والحاجات دي كلها زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي بقى ننقي، انا حاطه 4 فصوص حبهان، هدور عليهم لحد ما اطلعاه منهم ورق اللوري عشان ما اسيبوش يجي في بق حد. بس انتي عارفه انتي بتبقي عادة الحاجات بتاعتك بقى الصحيحه، التوابل الصحيحه دي انتي عادة انتي حاطه كام حاجه. نبدا بقى نرص بقى زي ما انتوا شايفين كده، نقسم بقى الصينيه، شوف هنرصها ازاي. طب والله العظيم ولا شغل المطاعم، يعني حاجه كده شغل محترفين يا جماعه، ما احناش هواة. نجيب بقى السمبوسك بتاعتنا ونبتدي بقى ايه نرصها، عشان في الاخر ده كله اللحمه في الفرن. اللحمه انا مطلعاها في ساعه و40 دقيقه بالظبط، اللحمه بتاعتنا دايبه. احنا مطلعين اللحمه دايبه فعلا، طالعه دايبه خالص. احنا هنا عملنا بقى دي سمبوسه على الصينيه، وفي طبق سمبوسه بقى جنب الاكل كده، عشان عندي بيحبوها اصلا مع الفطار، بيحبوها بالجبن يعني مش باللحمه ولا بالفراخ. ولا بتستهويهم اللي بالفراخ ولا بتستهويهم اللي باللحمه، بيحبوهاش. هنا دي اللحمه طلعت من الفرن، هنا نبتدي بقى نرفع نكشف عنها الغطاء. بصوا، شفتوا البخار بتاعها، هي طالعه اساسا هي دايبه كمان، فحاجه كده جميله قوي. الدهون بقى فيها كانت اللي كان معاها دي، بس احنا مش عايزينها يعني، فانا هلم ورق الفويل اصلا وارميه كله ببعضه كده. انا مش عارفه مين اللي كان بيصور في الوقت ده، يعني واحده من البنات كانت بتصور، فكان ايه مركزه مع الصينيه مش مركزه مع الرصه اللي انا برصها يا جماعه. نرمي بقى الورق بتاعنا. شو بقى صينيه قديمه فيبقى ايه، لو الصينيه باظت من الميه عادي، مش زي الصواني اللي احنا ملمعينها وطالع عينينا فيها وايدينا. بصوا ده شكل الاكل، ده العصير بتاعنا تمام، وطبق السمبوسه اللي هو جنب الاكل. عظمه.